العجة المصرية بطريقة مختلفة شوية على طريقتي أنا، وبمكون واحد هتاكلوا أحلى عجة مصرية. لا، هتاكلوا بقى عجة اسكندرانية. نسمي الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، وهي بدنا نطبخ مع حنان. شايفين الجمال ده كله؟ الجمال ده كله بمكون هيحولها، هيوديها في مكان تاني، والطعم هيبقى روعة روعة روعة. كمان اللي هيجرب معلقة سمنة في طاسة غويطة شوية ومعلقة زيت تديها طعم. نزلت بثلاث بصلات مكعبات كده، نزلت بيهم والزيت سخن. وده المكون معايا هقول لكم عملنا دلوقتي. شايفين المبشره دي؟ الجهه الايوه اللي هي في الجنب، مش اللي خشن قوي ولا الناعم، المتوسط. معلقه توم مهروسه، نزلت بعد ما البصله اتدبلت. خليكم معايا كده ركزوا. البصله دبلتها بالزيت والسمن، نزلت بمعلقه التوم. كله هشوحه وادبله. المكون اهو بطاطسايه بشرها، اهو نزلت بقى بيه بشرها في الجهه المتوسط، بشرتها وعصرتها. ايوه بطاطسايه، بطاطسايه بتوديها في مكان تاني.